هاي كيفكن؟ رح نعمل بهيدا الفيديو هيدا التنت، يعني مثل هيدا السايل اللي بتشتروه خالص، بس رح يكون شوي كريمي. يعني شفتوا هيدا كيف هو سايل، نحن رح نعمله بهيدي الطريقة كريمي. رح نعوز كريم للإيد مع هيدا ملون الطعام، وبدنا نعوز هيلا شي عنا اياه هيك بلاستيك علبة لحتى نخلط الخليط فيه. رح نحط كم نقطة بس، وبعدين إذا لقينا بحاجة لبعد بنرجع أكيد بنضيف. وهيدا أكيد بيرجع لكم قديش أنتوا بدكم تعملوا كمية، بس إنه اعملوا كمية صغيرة، وكل ما بدكم كتير سهل فيكم تعملوا كمية اللي أنتوا بتعوزوها. فمنحط شوية ملون الطعام، منجيب اللون اللي بدنا اياه. انا جبت اللون الاحمر، وما حيطلع كتير احمر، هلا بتشوفوا كيف بده يطلع على الخدود. انا كنت عملته قبل ومجربته، يعني جربته قبل ما حتى انه صوره معكم وفرجيكم اياه. كتير عجبتني النتيجة، كتير حبيت. مثل ما كنتم شايفين انا رجعت حطيت شوية كريم. اي كريم عندكم لازم يكون ابيض، انتبهوا، يعني لازم يكون ابيض ليعطي النتيجة المطلوبة. وبفضل كتير ما يكون عنده ريحة. شفتوا كيف صار؟ يعني كريمي منه سايل. اوكي، رح نجرب حطه على شفافنا لنشوف كيف. الحلو بهيدا التنت اللي نحن عم نعمله هلا ما بينشف الشفايف، يعني بيرتب الشفة، بيرتب لكم شفايفكم، ما بيخليها ناشفة، وبيعطي كتير لون حلو على الشفة. ومثل ما كنتم شايفين بيضل وقت طويل. هلا رح احطه على خدود، يعني مثل بلاش. لازم تعملوه بايدكم، انتبهوا، وتطبطبوه بهيدي الطريقه، يعني بطريقه الطبطبه مثل ما انا عم بعمل، وتحطوا كميه صغيره شوي شوي. انا بهيدا الفيديو اذا لاحظتوا رح تشوفوا اني انا كترت، يعني بلغت شوي، فما بيأثر. انتوا انتبهوا، حطوا كمية صغيرة وطبطبوها على خدكم لحتى تشوفوا قديش بعد بدكم، لا تحصلوا على النتيجة اللي انتوا بدكم اياها، النتيجة اللي بترضيكم. وهيدا الحلو فيه انه بيضل النهار كله وما بيروح الا لنعمل بالمزيل المكياج. فشفتوا النتيجة؟ ان شاء الله تكون حبيتوا الفيديو. ما تنسوا تعملوا سبسكرايب.